أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. اليوم عنا روسيت مش نحكي لكم. ماكش تونسي إذا كان ما تحبهاش، وماكش تونسي إذا كان ما تاكلهاش، وما فماش تونسي ما يحبش السلطة المشوية وخبز التاجين ولا خبز الشاباتي، كل واحد كيش يسميه. خبز كله سميد، منفعة، بنة، خفيف، يعمل 66 كيف. يلا نعطيكم الروسيت. عنا 550 جرام سميد أرطب، حطيت عليهم 50 جرام فارينة، دخلت المكونات في بعضها بالباهي، عملت حفرة في الوسط، حطيت فيها 12 جرام خميرة فورية، عملت فوقها رشة سكر، وحطيت شوية ماء ملذذ، ما نعملوش ماء سخون باش ما يقتلنيش الخميرة. نغطيوه نخليوه 10 دقائق يتفاعلوا ونرجعوا. زدت لهنا 12 جرام ملح، بعدته ما تحطوش فوق الخميرة. حطيت الماء ملذذ، عجنت لين تحصلت على تكستور كي من هكا تريا. ناخذ العجينه متاعي نحطها على البلان دو ترافاي ونبدا نخدم في العجينه باش نبداو نعركوا العجينه بالطريقه هذه. يديك ديما القدام، تقعد تعرك اقل حاجه 10 دقائق وانتي تعرك فيها لين ترتاب العجينه وتولي تعمل في الحس ترشق. ناخذوا الصحفه متاعنا ندهنوها بشويه زيت ونغطيو العجينه ونخليوها ترتاح اقل حاجه ساعه من زمان. نرجع بعد ساعة، شوفوا العجينة كيفاش تنفخت ما شاء الله. نعملوا ديغازمون، نخرجوا الغاز اللي فيها، نعاودوا نثنيوها كي من هكا، وناخذوا البلاتو متاعنا نرشوا عليه شوية فارينة ونعملوا القرص متاعنا بالوحدة ونخليوها تزيد ترتاح. هكا القرصة كي تاخذها يلزمك تكعبرها بالباهي لين تخلي منظرها يبدا مزيان، ما تخليش فيها كل الحروف. تغطيها وتزيد تخليها نصيف ساعة أخرى ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينة متاعنا شوفوا كيفاش نفجت. نحطوا على البلان دو ترافاي، حطينا الطاجين يسخن على الغاز، ما نخليوش نار قوية باش ما يحرقناش الخبز. نحلوا العجينة متاعنا، نشكلوا الخبزة ما تكونش عالية باش ما تجينيش زيادة معجنة من داخل. نعملوا لها ضربات كي من هكا بالفرشيطة ونخليوها تطيب على راحتها ونقعدوا نقلبوا فيها. شوفوا كيفاش نفجت ديجا وعلى نار هادية باش ما تتحرقش، تطيب كيما من داخل كيما من برا. ونكملوا نطيبوا الخبز متاعنا الكل ونلفوه في ساشي ومنديلة. تعدي ونحضروا سلطة مشوية. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش شنية سلطة مشوية، هي عبارة عن فلفل، طماطم وبصل مشويين وبعد نفوحوهم. حطيت البصل والطماطم أول حاجة، وبعد كملت الفلفل. شوينا السلطة متاعنا الكل وحطيناها في ساشي أليمونتير باش تعرق عليها كالساشي وتولي سهلة. كي نحيو القشرة من الفلفل ولا من الطماطم أسهل. قشرنا الفلفل متاعنا، حطيناه في كل مهرز العربي، هرزنا سليطة وهكا سليطة حضرت. نسربيوها في الصحن. بالنسبه لي انا راني ما فوحش سلطه مشويه، جست نحط كان الملح وزيت الزيتونه. فما ناس تحب تحط تيبل وكرويه، حطيت كعيب عظم مسموطه زينت بها من فوق وكر شويه زيت زيتونه. وخذينا الخبز متاعنا اللي حضر. شوفوا نجرب معاكم نحل الخبزة. شوفوا الخبزة قديش طرية تبارك الله، سورتو كي تغطيها ديريكت بعد ما تطيبها غطيها لفة في منديلة. شوف من داخل كيفاش ماهوش معجن بالكل، يساعد سورتو الصغار والناس الكبيرة في العمر. ياسر طري في الفم، يمي صحة بالشفاء للناس اللي تجربها. واللي مازال ما عمل سبسكرايب للقناة يعمل سبسكرايب ويتشجعوني برشا جماد وكومنتارات.